في موقف لا انساها، الحاجات دي لا انساها يعني، ولا تغيب عن ذاكرتي الى الان. انا والدتي توفت في 2020، رحمة الله عليه. الله يرحمها. ضابط من الضباط اول حاجه دخل ضرب امي، يعني طبعا دخل ضرب امي وجاب، احنا بيتنا كبير وواسع كده، فتقسيمات البيت، في بيت انا قاعد في جزء من البيت واهلي قاعدين في جزء تاني من البيت، يعني عندنا جزء للضيافه، بما اني كنت اعزب طبعا مش متزوج. فضربوا امي وجروها من مكانها، من المكان اللي هي مقيمه فيه، جروها على الارض من دراعتها، من المكان اللي هي موجوده فيه، لحد ما جابوها عندنا في المكان اللي هم كانوا مكتفيني وبيعذبوني فيه يعني. وضربوها طبعا وقالوا لي هنغتصبها خلي بالك. فانا بقول له يا باشا يعني انت لو في حاجه بينك وبين انا حلها معايا، انا دي ست كبيره في السن. قال لي لا، وهو راح ضارب والدتي البوكس فوق في بقها. فانا طبعا من الدم شو ما عرفتش هو يعني دم عادي ولا هو اتكسر، حاجه اتكسرت. اتضح في الاخر ان هو كسروا لها 3 اسنان من اسنانها. طبعا كانت مريضه ضغط وقلب. فانا قلت له يعني احنا عندنا كبيره جدا انت تبكي. فبقول له يا باشا طب انا اعيط لك طيب ولا عايز ايه يعني؟ قول لي انت عايز ايه، اللي انت عايزه انا هقول لك انا عملته. قال لي لا انت ما تقوليش حاجه دلوقتي، انا دلوقتي هعذبك الاول. يا عم طب سيب امي. قال لك لا مش هسيب امك دي هناخدها معانا وانت بتتحقق معاك عشان اغتصبها. طبعا ضربوني شويه، ضربوني مش شويه طبعا، ضربوني ضرب يعني ضرب غل يعني. انا بيتهيألي لو انا الصهاينه مثلا لو مسكوني اعتقد ما بيضربوش الاسر الفلسطينيين بالشكل ده يعني.